السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض السمك الفيليه بالطريقه الجديده بتاعتنا، وهي مش هنقليه، لا ده احنا هنتبله وهنشويه على البوتاجاز في الجريل بتاعنا، وممكن كمان نشويه في الصينيه بتاعتنا، او ممكن كمان ندخله الفرن بنفس التتبيله اللي احنا هنعملها. وممكن كمان لو احنا عندنا فحم ممكن نشويه على الفحم، ولو عندك شوايه البوتاجاز ممكن كمان تعمليه على شوايه البوتاجاز. يعني ليه اكتر من طريقه. يلا نشوف مع بعض التتبيله، يلا بينا. ادي اهو انا عندي السمك الفيليه بتاعي زي ما انتم شايفين، غسلته كويس قوي وبعدين رشيت عليه فلفل اسود زي ما انتم شايفين كده، وجهزت معايا الطبق بتاعي ده اللي هعمل فيه التتبيله دي. 3 معالق من الزيت، 3 معالق كبار من الزيت. ده زيت عادي. طب لو احنا عندنا زيت زيتون هيبقى حلو جدا. يعني لو عندنا زيت زيتون طبعا هنستخدم زيت الزيتون. هننزل عليه دلوقتي بمعلقه من الملح بشطه بكمون. ادي دي المعلقه ملح بشطه كمون، دي معلقه زي معلقه الشاي كده، تمام. وكمان معلقه من البهارات السبعه او البهارات اللي احنا كنا عاملينها سوا مع بعض. وكمان لو عندك بهارات سمك هيبقى حلو جدا ان انت تحطيها في التتبيله دي. هنحط معلقه الشاي اهي، تمام كده. وكمان معلقه من الزعتر، ومعلقه من الثوم او 5 فصوص ثوم مهروسين زي ما احنا شايفين كده، تمام كده. ونص معلقه من الكركم، او ممكن لو عندنا كاري نستخدم برضو كاري. ودلوقتي احنا مجهزين نص ليمونه هنعصرها على التتبيله بتاعتنا دي. وبعد ما عصرناها نقلب بقى كل المكونات دي بتاعتنا كويس قوي. والملح خلاص، احنا بما ان حطينا ملح بشطه بكمون فده هيغنينا ان احنا نحط الملح الساده، تمام كده. طيب لو احنا ما عندناش ملح بشطه بكمون ممكن نحط نص معلقه من الكمون وتفتوفه شطه. لو احنا ما بنحبش الشطه خلاص ما تحطيش شطه، وتحطي نص معلقه من الملح، تمام كده. يلا بينا نقلب المكونات بتاعتنا كويس قوي مع بعض. كمان انا حطيت عليها تفتوفه من شعرتها كده من القرفه، تمام. دي اختياري، لو تحبي تحطيها تمام، بس بتدي طعم حلو قوي، بتظهر طعم التتبيله كويس قوي، وطعم السمك بيظهر بطعم حلو قوي. يلا بينا بقى نقلب المكونات بتاعتنا مع السمك بتاعنا كويس قوي، ونحط السمك بتاعنا في حاجه غويطه عشان نعرف ندخل التتبيله فيه كويس قوي. وادي اهو بعد ما دعكته بالتتبيله كويس قوي انا حطيته في علبه من علب التلاجة. لازم تحطيه في حاجه بغطا عشان لما تدخليه التلاجة الريحه ما تبقاش اللي هي فاقعه في التلاجة وتخسر لك ريحه التلاجة بتاعتك، تمام. فاحنا حطيناه في علبه التلاجة عشان نغطيه. هندخله التلاجة من ساعه لساعتين، يعني مش اقل من ساعه. نسيبه يشرب التتبيله كويس قوي، وبعدين نخرجه نشويه على الجريل بتاعنا. يلا بينا ندخله التلاجة. بعد ما طلعنا السمك من التلاجة بعد ما قعد ساعتين هنحطه في الجريل بالشكل ده. نسخن الجريل بتاعنا كويس قوي ياخد وش من على الناحية دي، وبعدين نقلبه معانا. وادي اهو بعد ما قلبته شايفين اخد لون بسيط قوي. السمك اصلا عموما بيستوي بسرعة جدا، فشايفين اللي هو انا هخليه بس اللي هو يتشوح معايا بالشكل ده، تمام كده. وادي السمك الفيليه بعد ما خلصناه، اول ما ياخد معايا اللون الذهبي الجميل ده هنرفعه من على النار. طبعا تخلي بالك وانتي بتشويه عشان خاطر ما يسيبش معاكي، ما تقلبوش غير لما يمسك من وش، وبعدين تقلبيه على الناحيه التانية عشان بيبقى سهل ان هو يتفتح معانا، تمام كده. وادي اهو شايفين السمك معايا مستوي وخد معايا السوى المظبوط من جوه قلبه اهو، واخد لون ذهبي من الناحيتين. وطبعا مطلعه على بقدونس عشان خاطر تشرب اي دهون فيه. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، اشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.